النهاردة فيديو جديد وحلقة جديدة. أهلا بكم في قناة مؤمن للرياضة. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد وحلقة جديدة، وموضوع حلقتنا عن النادي الأهلي. النهاردة هنتكلم عن أزمة النادي الأهلي والوعود اللي قدمها الكابتن محمود الخطيب لجمهور النادي الأهلي اللي غضب جدا بعد خسارة النادي الأهلي للدوري المصري قصاد الزمالك، واللي خسر كاس مصر قصاد الزمالك، واللي خسر بطولة افريقيا زي ما احنا كنا شفنا قدام نادي الوداد. طبعا الجمهور غضب جدا بعد ما النادي الاهلي ولاول مرة من سنين كتير بيتوج بالمركز الثالث في بطولة الدوري المصري، والجمهور قصاد ده غضب جدا. وده اللي خلى الكابتن محمود الخطيب ان هو يطلع يتكلم الفترة اللي فاتت، وطلع وعد الجمهور بحاجات كتيرة جدا في التصريح اللي هو عمله او الفيديو اللي نزله على النادي الاهلي، وده اللي هنعرفه في سياق الحلقه بعد كده مع بعض. في البدايه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان دايما يوصل لكم كل جديد ويوصل لكم كل حلقاتنا الجايه. طبعا زي ما قلنا جمهور النادي الاهلي غضب جدا بعد خساره النادي الاهلي الدوري المصري وبعد خسارته بطوله افريقيا قصاد الوداد، واللي خلى ان جمهور النادي الاهلي يعترض اعتراض كبير جدا على السوشيال ميديا، وده اللي عمل ازمه في النادي الاهلي. وطلع الكابتن محمود الخطيب ووعد جمهور الاهلي بحاجات كتيره جدا هنعرفها مع بعض دلوقتي. اول حاجه وعد بيها الكابتن محمود الخطيب ان هو قال لهم ان هو هيقيد المدرب سواريش، وان هو هيضم مدرب كبير جدا الفتره الجايه يقدر ان هو يقود النادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ده رقم واحد. رقم اتنين وعدهم ان اللي حصل السنه دي ده هيعوضوه السنه الجايه، وان الاداره حطت ده في عين الاعتبار، وان هي بتتاسف للجمهور. وده كان رقم اتنين، وده كان اختيار ذكي جدا من وجهه نظري ان محمود الخطيب يمتص غضب الجمهور اللي غضب جدا بعد خساره النادي الاهلي من الزمالك بالتحديد. رقم ثلاثة وعدهم ان النادي الاهلي هيضم صفقات كبيرة جدا الموسم الجاي، وان الصفقات دي هتغير في مسار النادي. وقال كمان الكابتن محمود الخطيب ان اي لاعب كان متخاذل في الموسم ده او اي لاعب كان ما بيقدمش مسيرته على اكمل وجه ان هو هيمشي من النادي الاهلي، والنادي الاهلي هيفسخ التعاقد معاه. وده اللي طمن جمهور النادي الاهلي اكتر ان كابتن محمود الخطيب في تصريحاته كان صارم جدا، وكانت كلها وعود ان هو هيطور من النادي وان هو هيقدم حاجات كتيره جدا للنادي. دي كان التصريح اللي قاله الكابتن محمود الخطيب، ودي الوعود اللي وعدها بعد ازمه النادي الاهلي في خساره الدوري وخساره بطوله افريقيا عشان خاطر يصبر الجمهور. ده بقى اللي هنشوفه الموسم الجاي ان شاء الله، وهل الكابتن محمود الخطيب هيكون قادر ان هو ينفذ الوعود دي ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجايه كلها. كان معاكم مؤمن من قناه مؤمن للرياضه، نتقابل في فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله.